السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي ترم تاني، طلاب السفارة أبنائنا في الخارج. معاكم في الجزء التاني من امتحان متوقع جبر أولى إعدادي. يلا بيقولك اوجد مجموعة الحل في نون للمعادلة 4 س - 7 بيساوي 9. تمام، هعمل ايه؟ دي احنا عارفين طبعا الأسئلة بتيجي على هيئة اختر، فنركز شوية يا جماعة. السؤال ما ياخدش مننا دقيقة واحدة. يقول لك 4 س - 7 يساوي 9. أول حاجة اللي جنب السين ده بنقله الطرف الأيسر بإشارة مخالفة. يعني هنا -7، ال7 إشارتها سالب، هنقلها الطرف الأيسر أخليها موجب. يبقى أقول له الحل كده 4 س يساوي 9. هنزلها زي ما هي وأجمع -7 ده هتروح بموجب 7. يبقى أقول له 4 س يساوي 16. 9 و7 كام يا جماعة؟ 16. هحل ايه يا مستر؟ بس نركز، بيقولك اوجد مجموعة الحل في نون. تمام، اعمل ايه هنا؟ ممتاز ممتاز يا باشمهندس. قال لي هعمل، اقول له بالقسمة على 4. تكتب له كده في الامتحان بالقسمة على 4. يبقى اقول له 4 س على 4 يساوي 16 على 4. هنا ال4 تروح مع ال4 يتبقى لي س يساوي 16 على 4 فعلى 4. يبقى مجموعة حل المعادلة بتاعتي اقول له موجب 4. اللي مش فاهم اي حاجة يا جماعة ممكن يراسلني على الواتساب، ولو عايز شرح اي حاجة في المنهج اتفضل يبعتلي او يسألني على اي سؤال وانا هرد عليه ان شاء الله. ما تنساش تعمل لنا اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي المراجعات الجاية. بقولك تاني سؤال، بيقولك اختصر لأبسط صورة -1/5 بكل أس صفر في جذر التربيع ل9/16 في 2/3 بكل تربيع. مسائل سهلة جدا برضو، نركز كده. اقول له ايه؟ احنا عارفين ان اي حاجة أس صفر بكام؟ ممتاز يا باشمهندس أسامة. -1/5 أس صفر هنزل مكانها 1 في جذر التربيعي ل9/16. جذر ال9 كام؟ 3. ممتاز. جذر ال16 كام؟ 4. ممتاز. في اربع بقى 2/3 كل تربيع. اربع البسط هيبقى 4. اربع المقام 3 كل تربيع برضو بكام؟ ب9. ممتاز. ان 2 كل تربيع ب4. 2 في 2 ب4 على 3 كل تربيع ب9. تمام. ايه اللي هيروح مع بعض؟ المتشابه هيروح مع بعض. 4 تروح مع ال4 يتبقى لي 3/9. اختصر 3/3 فيها ال1. 9/3 فيها ال3. يبقى الناتج بتاعي يبقى تلت. هندخل على باقي الأسئلة. لك اختصر لأبسط صورة 5 أس 7 في 5 أس -4 على 5 أس 3. دي ممكن أحلها في خطوة واحدة، بس ايه عشان ما تتلخبطش ابدأ خطوة خطوة. احنا عارفين احنا عند الضرب بنعمل ايه؟ بنجمع الأسس يا مستر. تمام ممتاز. هنزل 5 زي ما هي. هنا الأساسات متشابهة اهي. هنزل 5 واجمع 7 و -4. ممتاز. 7 ناقص 4 3. بقول له 5 أس 3 على 5 أس 3 فيها كام؟ احنا عارفين أي حاجة على نفسها بكام؟ ب1. ممتاز. كان طالب يقول لي يا مستر كنت يمكن اقول له 5 أس 7 ناقص 4 ناقص 3 في خطوة واحدة. يعني كده قال لك نفذ الأول. عند الضرب بنجمع الأسس اهو 7 ناقص 4 وبعدين اطرح منه الأس اللي في المقام هو -3. بعد اجمع كده 7 ناقص 4 3 ناقص 3 يديني 0. 5 أس 0 بكام؟ ب1. واحنا عارفين ان اي حاجة أس 0 بكام؟ ب1. تعال نرجع للسؤال اللي بعده. اوجد مجموعة حل المتباينة في نون. اوجد مجموعة حل المتباينة فين؟ في نون. نركز كده يا جماعة مع بعض. طيب اوجد مجموعة حل المتباينة في نون. 2 س ناقص 7 اصغر من او يساوي كام؟ 3. اصغر من او يساوي كام؟ 3. زي المعادلة بالظبط، بس دي الفرق اللي هي دي متباينة. نفس الخطوات. اقول له 2 س اصغر من او يساوي، هنقل -7 دي باشارة مخالفة، يبقى اجمع 3 زائد 7 بكام؟ ب10.
اتفرج على الفيديو براحتك وخد وقتك، واللي ما تفهموش ابعتلي واشرحه لك تاني. تمام. قال له هنعمل هنا ايه؟ بنقسم على 2. هقسم على معامل السين. معامل السين كام؟ 2. يبقى اقول له س اصغر من او يساوي 10 على 2 فالخمسة. عشان بس محدش يقول ما فهمتش، ارجع لك الخطوة دي على طول. هنا اقول له بالقسمة على معامل السين اللي هو كام؟ 2. فانا قسمت 2 س على 2 فالسين اصغر من او يساوي، قسمت 10 على 2 فالكام؟ فالخمسة. يبقى اقول له كده يا جماعة مجموعة الحل بتاعتي، هيجي بالك طبعا اقول له س، تقول له حيث س بتنتمي النون، 5 بينتمي للأعداد النسبية. تمام. وس أصغر من أو يساوي 5. تمام يا جماعة. تعال السؤال اللي بعده، بيقول لك ايه؟ سحبت بطاقة من 10 بطاقات مرقمة من 1 إلى 10، فما احتمال أن تحمل البطاقة المصحوبة عددا أوليا. طيب أنا عندي فضاء العينة هيبقى ايه؟ هو من 1 ل10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب نركز بقى كده مع بعض. عددا أوليا. طب انت عندك ايه الأعداد الأولية يا مستر؟ الواحد مش عدد أولي. ممتازة يا دكتورة إفنان. قالت لي 2 و3 و5 و7، مفيش أعداد أولية تاني. يبقى عددهم كام كده؟ 2 و3 و5 و7، عددهم 4 على عدد البطاقات فعلى 10. اختصر 4 على 2 فعل 2، 10 على 2 فعل 5. باحتمال أن تحمل البطاقة المصحوبة عددا أوليا هيديني 2 على 5. طب تعالى كده السؤال اللي بعده، بيقول لك احتمال أن تحمل البطاقة المصحوبة عددا فرديا. عددا ايه؟ فرديا. قال لك ايه؟ عندي كم عدد فردي من 1 ل10؟ عندي 1 و3 و5 و7 و9. ممتاز. عددهم كده كام؟ 5 على 10 فكام؟ فالنص. اختصر 5 على 5 فالواحد، 10 على 5 فالاتنين. وكده يا جماعة نكون ان شاء الله خلصنا حصة النهاردة. زي ما وعدتكم مش هطول عليكم عشان محدش يمل. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساناش ادعي لنا دعوة حلوة من قلبك كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.